شنو هما السلالات ديال الدجاج اللي عندهم انتاجيه عاليه من البيض وفي نفس الوقت البيض ديالهم مقبول في السوق ديال البلدي؟ يعني الحجم واللون ديال هذا البيض ديالهم كيشبه لداك الصوره ديال البيض البلدي اللي كاينه في عقل المستهلك المغربي. بزاف ديال الاخوان كيسولوني هذا السؤال في التعاليق، وخصوصا المقبلين على مشروع انتاج البيض البلدي، وهذا الفيديو مهم جدا لكل مقبل على هذا المشروع، فغادي تتعرف فيه على اهم انواع الدجاج اللي خاصك تخدم عليهم في مشروع انتاج البيض البلدي. الشكل واللون ديال البيض البلدي اللي كاين في عقل المستهلك المغربي واللي لا سوقتيه غتبيعو بسهوله هو اللي كيكون اللون ديالو ابيض كريمي الى بني فاتح، والوزن ديالو كيتراوح ما بين 45 50 حتى ل 60 غرام. وافضل انواع الدجاج اللي تقدر تخدم بهم ويعطيوك هذا النوع ديال البيض هما كالتالي. اولا دجاج خليط السلالات. دجاج خليط السلالات هو من افضل الاختيارات للعمل على مشروع انتاج البيض البلدي، لان البيض اللي كينتج لك الخليط كيكون مختلف من حيث الالوان والاحجام. يعني ملي كتجمع الحصيله ديال البيض ديال القطيع ديالك كيبان لك البيض مختلف من حيث الالوان ديالو، كتلقى شويه بيض وشويه كريمي وشويه بني، وكذلك احجام البيض والوزن ديالها كتلقاه مختلف كذلك. كاين البيض اللي الحجم ديالو متوسط وكاين البيض اللي الحجم ديالو كبير وغيره. وهذا التنوع في الالوان والاشكال ديال البيض هما اللي كيميزوا البيض البلدي اللي كيتباع في الاسواق واللي مطلوب عند الكليان المغربي. شنو هو خليط السلالات؟ خليط السلالات هو عباره عن قطيع كيتكون من 3 ديال السلالات حره او اكثر، مثلا ديك ودجاجه ديال الجهور، زائد ديك ودجاجه ديال الاسترالورب، زائد ديك ودجاجه ديال رود ايلاند، زائد ديك ودجاجه ديال نيو هامشير، وهكذا. والبيض اللي كيعطينا هذا القطيع هو ما يسمى ببيض خليط السلالات الحقيقي، وملي كنفقصوه كيعطينا الجيل الاول ديال خليط السلالات الحقيقي، وهذا هو خليط السلالات اللي خاصك تشريه الا كنتي كتقلب او الا سمعتي باللي خاصك تشري خليط السلالات. فملي تبغي تشريه اول حاجه سول هذاك المربي ولا سير شوف داك المربي شنو هو القطيع اللي كيخدم به، يعني شوف الاباء ديال داك القطيع اللي غتخدم عليه نتايا. الا كانوا سلالات حره ونقيه وسلالات مختلفه وبياضه فتوكل على الله وخذ القطيع ديالك وتهنى مع راسك. اما الا مشيتي ولقيتي الاباء يعني مخلطين شويه ديال البلدي شويه ديال الخليط ديال الخليط ديال الخليط ديال الخليط ديال السلالات، وكتلقى يعني كتلقى كيبان لك الفروج يعني اوسترالورب فيه ريشه بيضاء ريشه صفراء ريشه حمراء، يعني داكشي كيكون مزوق. فبعد اخويا وهرب وسير قلب في شي بلاصه اخرى من الاحسن لك، حيت بزاف ديال الاخوان تنصب عليهم وشراو بيض على اساس انه بيض ديال خليط السلالات وفقسوه وطلع لهم الفلوس وخسروا عليه وكبروه ووصل لذاك المرحله ديال الانتاج وما لقاو والو، ما كاين لا بيض مقاد لا اوزان مقاده لا حتى شي حاجه، يعني ديشي وصافي ديال الدجاج. ديشي بمعنى الكلمه ديال ديشي، ما كيعطيك حتى شي حاجه. داك الانتاجيه اللي كتسمع عليها ديال خليط السلالات يعني كيعطيني اللحم بزاف، يعني الديوكه كيعطيونا الاوزان في اللحم، والدجاجه ديالهم الانتاجيه السنويه ديال البيض ديالهم كتكون مرتفعه، ما كاين حتى شي حاجه من داكشي، بسبب انه كاين بزاف ديال النصابه في الميدان. في اي ميدان فيما مشيتي اي ميدان كاين فيه النصابه، وحتى هذا الميدان ديال الدجاج راه كاين فيه النصابه. كاع اللي ما عارفش ماشي مشكل، كاين اللي كتلقاه مبتدئ كيشري خليط السلالات وكينتج منه الجيل الاول الجيل الثاني وكيبقى يبيع البيض ديالو على اساس انه خليط ديال السلالات وما عارفش كتصحاب له ان هذاك هو خليط ديال السلالات. هذاك نعذروه يعني ما عارفش، ولكن كاين اللي عارف وكيبقى يحلف على سلعته وكيقول لك راه خليط السلالات حقيقي وكذا. هذاك هو اللي كنهضروا، هذاك هو النصاب الحقيقي. وهذا هو الواقع اخواني اخواتي، يعني الواحد خصو يكون عارف قبل ما يشري. داكشي علاش درت هذا الفيديو باش ملي تبغي تشري تكون على بال. ندوزو دابا اخواني اخواتي للمميزات ديال خليط السلالات الحقيقي. المواصفات ديال الجيل الاول ديال خليط السلالات الحره اخواني اخواتي كيتميز بالانتاجيه العاليه ديالو، سواء من البيض او من التحويل، سواء الانتاجيه السنويه ديال البيض او الاوزان المرتفعه ديالو من اللحم. بالنسبه للانتاجيه ديال البيض فالدجاجه ديال خليط السلالات كتقدر تعطيك على الاقل 220 بيضه في العام. اما بالنسبه للفروج فيقدر يوصل الوزن ديالو ل 2 كيلو ونص حتى ل 3 كيلو في ظرف 4 شهور، وكيكون الشكل ديالو شبيه بالبلدي بسبب داك التنوع ديال الاباء اللي كاين في السلالات، وبالتالي كيكون مطلوب في السوق. وكذلك بالنسبه للالوان ديال البيض ديالو، فالالوان ديال البيض ديالو كتكون مختلفه وشبيهه كذلك بالبلدي، داكشي علاش كتكون مطلوبه في السوق. بعكس الا خدمتي بواحد السلاله مثلا بحال سلاله الجهور فالبيض ديالها كيكون بيض، ولا ديتيه للسوق فبنادم كيدخلوا الشك، يعني ما كيبانش بيض بلدي. اما بالنسبه للبيض ديال السلالات الا بغيت تخدم عليه كبيض استهلاك فكيبان بحال البيض البلدي عادي، يعني كيكونوا الالوان ديالو مختلفه. وكذلك من المميزات ديالو ان الدجاجه ديال خليط السلالات الحره ما كتقرقش،
الا كانت عندك القراقه غتكون عندك بواحد النسبه ديال 10% او لا اقل، وما كتكونش داك القراقه ديالو بحال القراقه ديال البلدي. يعني البلديه فاش كتقرقلك راه ما كتنوضش على داك القراقه حتى كدير لها البيض، وتا دير لها في داك الطرق ديال انك تحيد لها القراقه تدخلها في الماء ولا ما كتبقاش نورمال، ما خصها واحد المده طويله عاد كتحيد منها القراقه. بعكس الدجاجه ديال السلالات الا قرقات لك فالقراقه ديالها كتجيها غير على شكل داك الصوت، كدير داك الصوت ديال القراقه وصافي. يعني قليل فاش غتقرق وتحضر لك على البيض. فالجيل الاول ديال خليط السلالات كيكون من افضل الاختيارات ديال الناس اللي بغات دير مشروع ديال انتاج بيض المائده، وبغات تخدم على البيض البلدي وتبيعه في الاسواق على اساس بيض ديال الاستهلاك وبيض ديال المائده. وكذلك اللي بغى يخدم على الفروج البلدي، فخليط السلالات كيكون من بين افضل الاختيارات ديالك. ثانيا دجاج الليجهورن. لا ليغورن كيبقى من افضل الاختيارات الا بغيتي تخدم على مشروع انتاج البيض البلدي، وذلك لعده عوامل. اولها الانتاجيه المرتفعه ديالو من البيض اللي كتوصل حتى ل 330 بيضه سنويا في العام الاول ديال الانتاج ديالها. العامل الثاني اللي كيخليها من افضل الانواع اللي تقدر تخدم عليهم في مشروع البيض هو قدره دجاج الليجهورن على العيش في قطعان كبيره بدون مشاكل، طبعا مع توفير ظروف تربيه مناسبه للدجاج. وكذلك من المميزات ديالو هو الحجم والشكل ديال البيض ديالو الكبير، ولكن المشكل او السلبيه الوحيده تكمن في لون داك البيض ديال لا ليغورن، حيت في غالب الامر كيكون اللون ديال البيض ديالو ابيض. فهاد اللون ديال البيض ديالو كيحتم عليك انك تخلط معاه شي بيض ديال سلاله اخرى عندها بيض كريمي مثلا باش يبان داك الاختلاف في لون البيض. ولكن مع ذلك ماشي ديما كيكون لون البيض ديالو ابيض، فشي مرات كيكون كريمي ومائل للبني على حسب العلف والمناخ اللي كيعيش فيه. ولكن كاين لا ليغورن دوري او الليجهورن الذهبي اللي اللون ديال البيض ديالو كريمي وكيشبه البلدي 100%. وللمزيد من التفاصيل على سلاله الليجهورن يرجى متابعه هذه الحلقه المفصله اللي درت على هذه السلاله، راها كاينه في القناه وغادي نخليها لكم في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو. ثالثا دجاج الاسترالوب. الاسترالوب هو دجاج بياض بامتياز ولاحم في نفس الوقت. الانتاجيه ديالو من البيض كتوصل في الظروف المثاليه ل 310 ديال البيض سنويا، وفي المتوسط ديالو وخصوصا في ظروف العيش عندنا هنا في المغرب تقدر توصل لك ل 250 حتى ل 260 بيضه سنويا. والبيض ديالو مقبول في السوق لونا وحجما، يعني بحال البيض البلدي المتعارف عليه في الاسواق. اهم السلبيات ديالو اللي كتخلي من الصعب على اي واحد انه يخدم عليه في مشروع البيض هو صعوبه تربيه قطيع كبير من الاسترالوب. يعني ملي كيكثر العدد ديال الاسترالوب كيولي صعيب عليه انه يتعايش مع الزحام، وخاصو واحد المربي يكون محترف وعنده خبره في تربيه الدجاج باش يقدر يربي هذا القطيع بدون مشاكل. وللمزيد من التفاصيل على سلاله الاسترالوب يرجى متابعه هذه الحلقه المفصله اللي درت على هذه السلاله، راها كاينه في القناه، وحتى هي غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف تحت الفيديو. وقبل ما تكمل في مشاهده الفيديو كنطلب منك اخي او لا اختي المربيه انك دير اعجاب للفيديو، حيت بهذا الجيست البسيط كتخلي الفيديو يوصل لاكبر عدد ديال الناس، وبالتالي كتعمل الاستفاده وكتدعم القناه وكتشجعني نستمر ونبحث ونطور من مواضيع الفيديوهات القادمه. وإلا مازال ما اشتركتيش فهذه هي الفرصه باش تشرفنا بالاشتراك ديالك في القناه. وإلا عندك شي اقتراح او لا سؤال فما ترددش تقولوا لي في التعليقات وانا غادي نجاوبك ان شاء الله. ثالثا دجاج السوسكس. السوسكس كذلك هو دجاج بياض ولاحم في نفس الوقت. الانتاجيه السنويه ديالو من البيض كتوصل ل 250 بيضه في المتوسط، وكيقدر يتعداها في احسن الظروف. والبيض ديالو مقبول في السوق ديالنا لونا وحجما، فاللون ديال القشره ديال البيض ديالو كتكون كريمي، ووزن البيضه كيتراوح ما بين 55 حتى ل 60 غرام. وللمزيد من التفاصيل يرجى متابعه هذه الحلقه المفصله اللي درت على هذه السلاله في القناه، وغادي نخلي لكم روابط هذه الحلقات في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو. رابعا دجاج الرود ايلاند. سلالة الرود ايلاند هي بطلة من ابطال الانتاج ديال البيض واللحم في نفس الوقت. ما عرفتش علاش ما منتشراش هذه السلالة بكثرة في سوق المربيين في المغرب، وما كيهضروش عليها بكثرة بحال مثلا سلالة الفيومي او سلالة الاسترالورب مثلا. فهاد السلاله لحد الان مازال كيحتكروها المربيين ديال السلالات اللي كيعرفوا بالقيمه ديالها، وكذلك الناس اللي كيخدموا على خليط السلالات. يمكن المربيين وخصوصا المبتدئين منهم ما كيزعموش عليها حيت ما كيلقاوش عليها معلومات بزاف في الويب المغربي، وكذلك المربيين ديال السلالات ما كيهضروش عليها بزاف، مع العلم يعني انها سلاله مشهوره جدا في العالم. فيكفي انك تلقى الدم ديالها او الجينات ديالها في اغلب السلالات الهجينه اللي كيخدموا عليها الشركات باش ينتجوا لنا البيض ديال المائده. وهاد السلاله راه ماشي سلاله حديثه، هذه راه بدات التربيه ديالها تقريبا شي 200 سنه في امريكا، وبدا كينتشر في القاره الاوروبيه سنه 1926. في هاد السنه تقريبا عاد بداو كيربيوه المربيين الاوروبيين، ومن بعد وصل حتى لروسيا وانتشر في جميع انحاء العالم. الانتاجيه السنويه ديال هاد السلاله من البيض كتوصل حتى ل 300 بيضه سنويا.
اما الاوزان ديالو من اللحم فبالنسبه للديك فكيقدر يوصل الوزن ديالو حتى ل 4 كيلوغرام، اما الدجاجه فما كتعداش 3 كيلوغرام. الوزن ديال البيضه ديالو كيتراوح ما بين 50 و 65 غرام، واللون ديالها كيكون كريمي وشي مرات كيكون بني، يعني ما بين كريمي وبني في هذا التدرج ديال الالوان، يعني اللون ديالو كيكون بحال البيض ديال اللون البلدي. من المميزات ديال هذه السلاله باختصار هي القدره ديالها العاليه على التكيف مع الظروف المناخيه المحيطه بها. فدجاج الرود ايلاند كيقدر يتكيف مع المناخات القاسيه وخصوصا البارده منها، فكيقدر يعيش في درجه حراره اللي كتوصل حتى لناقص 10 ديال الدرجات، وايضا كيقدر يعيش في درجات الحراره المرتفعه، وكيتميز كذلك بواحد المناعه ذاتيه جيده جدا. وللمزيد من التفاصيل يرجى متابعه هذه الحلقه المفصله اللي درت على هذه السلاله في القناه، وغادي نخلي لكم روابط هذه الحلقات في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو. خامسا دجاج نيو هامشر. سلالة نيو هامشر هذه شي 100 عام اللي بانت أول مرة، وتم التطوير ديالها في مدينة نيو هامشر الأمريكية كبديل للرود آيلاند. فالمربيين ديال هذه المدينة بغاو يخرجوا واحد السلالة اللي كتكبر دغيا وكتكون الإنتاجية ديالها من البيض واللحم يعني كبيرة شوية على الرود آيلاند. لذلك ففي سنة 1910 بداو هاد المربيين في تهجين بعض السلالات ديال الرود آيلاند، ومن بعد واحد السلسلة ديال التهجينات تحصلوا على سلالة نيو هامشر. والفضل كيرجع لواحد البروفيسور سميتو ريتشاردسون، هو اللي سهر على هذه العمليه ديال التهجين والعمليه ديال انتخاب السلالات حتى تحصل على سلاله النيو هامشر. وتقريبا سلاله النيو هامشر ما عندهاش شي اختلاف بينها وبين سلاله الرود ايلاند، فنقدروا نعتبروها من الاحفاد ديال الرود ايلاند، وتقريبا ما بيناتهم شي اختلافات كبيره في الانتاجيه، لا من حيث اللحم ولا من حيث البيض، وحتى من ناحيه السهوله ديال التربيه ديالها. الاختلافات تقريبا اللي كاينين هما في الشكل الخارجي، في الالوان ديال الريش وفي الشكل ديال الراس والمنقار، يعني كيكونوا اختلافات خارجيه طفيفه داكشي اللي كاين، اما من ناحيه الانتاجيه فتقريبا بحال بحال. سلاله نيو هامشر كتميز بالسهوله ديال التربيه ديالها، يعني هي ما كتحتاجش شي معامله خاصه بحال بعض انواع السلالات ديال الدجاج، فتقدر تربيها بحالها بحال البلدي بدون مشاكل. وكتميز كذلك بالمناعه ديالها الممتازه، وكذلك النسبه ديال التحويل ديالها والنمو ديالها كيكون ممتاز جدا، عندها واحد النسبه ديال التحويل للعلف مزيانه. والاوزان ديالها من اللحم كتوصل حتى 3 كيلو ونص بالنسبه للدجاجه، ما بين 3 كيلو و 3 كيلو ونص. اما الديك اولا الفروش فكيقدر يوصل حتى ل 4 كيلو ونص، يعني ما بين 4 كيلو و 4 كيلو ونص. الانتاجيه ديالها من البيض كتوصل حتى ل 200 بيضه سنويا، واللون الخارجي ديال البيض كيكون ابيض وشي بعض المرات كيميل شويه للكريمي، والوزن ديال البيضه كيكون تقريبا 60 غرام. من اهم المميزات اللي كتميز هذه السلاله ديال النيو هامشر على باقي انواع الدجاج هي انها كتبيض في البرد. فملي كيبرد الحال بزاف وكتنزل درجه الحراره بزاف والاغلبيه ديال الدجاج في هذه الفتره كيحبس البيض، فهذا النوع ديال الدجاج كيستمر في انتاج البيض رغم بروده الطقس. ودجاجه نيو هامشر كتبدا الانتاج ديال البيض على عمر 6 اشهر، ونادرا فين كتقرق، وهذه هي من اهم السلبيات ديالها، هي ان القراقه ما كتقرقش بزاف، فهذه تقدر تكون سلبيه بالنسبه لشي ناس وايجابيه بالنسبه لشي ناس اخرين اللي ما كيبغيوش الدجاج اللي كيقرق. وللمزيد من التفاصيل يرجى متابعه هذه الحلقه المفصله اللي درت على هذه السلاله في القناه، وغادي نخلي لكم روابط هذه الحلقات في صندوق الوصف تحت هذا الفيديو. وهذا الشيء اللي كاين اخواني اخواتي في الحلقه ديال اليوم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها ولو حاجه بسيطه. رمضان مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وحتى نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.